ساحة الجامع الفنا بمراكش تستعيد حيويتها بعد سنتين من جائحة كورونا التي أوقفت عجلة القطاع السياحي. مع تخفيف القيود الصحية حج السياح من مختلف بلدان العالم طلبا لأشعة الشمس الدافئة وتراث عريق في مراكش. أعجبنا الطقس المشمس هنا، الجو أكثر دفئا مقارنة بإسبانيا. أحببنا الثقافة المختلفة عن أوروبا، هذا كل شيء. سريعا تعافى القطاع ليستعيد السياح وتتجاوز إيراداته مستوى ما قبل الجائحة بحسب الأرقام الرسمية. تمكننا نتحققوا نتائج جد إيجابية من خلال جلب حوالي 11 مليون سائح، وتمكننا كذلك من نحققوا واحد الإيرادات جد عالية بالنسبة للقطاع، حيث تم تحقيق ديال أزيد من 9 مليار ديال الدولار. دبت الحياة من جديد في المرافق السياحية المغربية. أكثر من 19 مليون ليلة مبيت سجلتها الفنادق عام 2022، ما جعل المهنيين أكثر تفاؤلا بعودة أقوى إلى خارطة السياحة العالمية. كاينه واحد الثقه اللي اليوم كاينه في المغرب، لان الطريقه باش تعاملت بلادنا مع الجائحه كانت واحد الطريقه ايجابيه اللي الكريديبيليتي ديال البلاد زادت طلعت. وتساهم السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. طموح المغرب بأن يكون ضمن الوجهات السياحية المفضلة عالمياً ب26 مليون سائح قبل نهاية هذا العقد لن يكون سهلاً رغم الارتفاع المستمر الذي يشهده عدد زوار البلاد. أنس عياش، الشرق، مراكش.